السلام عليكم. منذ 50 عاماً تتكرر المأساة ذاتها، وجوه تغيب خلف الجدران، وأصوات تحاصر لأنها حملت مطالب شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال. في السجون المغربية البعيدة عن أرض الصحراء الغربية يعيش عشرات الأسرى الصحراويين أوضاعا وصفت بأنها من أقصى ظروف الاعتقال السياسي في المنطقة، بين حرمان وإهمال وإجراءات عقابية تتجاوز القانون الدولي. هذا التحقيق يأخذكم إلى أعماق معاناة هؤلاء الأسرى، اعتماداً على شهادات موثقة ومعطيات دقيقة حول ما يواجهونه يومياً. منذ سنة 75 900 وألف دخلت الصحراء الغربية مرحلة جديدة بعد تغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو ما أدى إلى سلسلة طويلة من المواجهات السياسية والحقوقية. ولأن الإقليم مصنف منذ عام 63 900 وألف لدى الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل ذاتيا خاضع لمسار تصفية الاستعمار بموجب القرار 14 فقد صار كل تحرك صحراوي للمطالبة بالاستقلال جزءا من هذا النزاع الممتد. في هذا السياق برزت ظاهرة الاعتقال السياسي التي تحولت إلى ممارسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الداعية لتقرير المصير. ومع مرور السنين صار السجن واحدة من أبرز أدوات هذا الصراع. يقدر اليوم عدد الأسرى السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بين 40 و 45 أسيرا. هؤلاء موزعون على سجون متفرقة أغلبها داخل العمق المغربي وبعيدة مئات الكيلومترات عن عائلاتهم، في خرق واضح لحقوقهم كسجناء ولحق ذويهم في التواصل. من بينهم تبرز مجموعة قديمزيكا المتألفة من 19 رجلا صدرت بحقهم أحكام قاسية تصل إلى المؤبد بعد محاكمات أثارت انتقادات واسعة بسبب زعم انتزاع اعترافات تحت التعذيب وانعدام شروط المحاكمة العادلة. وإلى جانب الأسرى يبرز ملف آخر ثقيل: مئات المختفين قسريا منذ عقود، لا يزال مصير كثير منهم مجهولا، أسر تنتظر وقصص اختفاء لم تغلق صفحاتها بعد. توثق الشهادات حالات متعددة من الاعتقال التعسفي، حيث يوقف أشخاص دون مذكرات قانونية ثم يقدمون إلى محاكمات تفتقر للضمانات الأساسية. لا محاماة ولا اعتماد للأدلة العلمية ولا احترام لمبدأ قرينة البراءة، وبهذا يصبح الاعتقال نفسه خطوة خارج القانون، وتصبح الإجراءات المعتمدة مجرد واجهة شكلية. It's very hard to derail that train by bringing in other witnesses or by asking for a medical exam to show that you've been tortured or to bring other evidence that the statement was somehow falsified or prepared under coercion, that you were not allowed to read it. Very often defendants get up before the judge and say, this confession was tortured out of me. This confession is not my statement, that was falsified. And the job of the judge at that point is to stop the proceedings and try to determine what happened. Judges in Morocco are too complacent. They do not look at these allegations or reasons to doubt the statements, and they give too much credibility to what the police have done. And as a result, there are a lot of people who, in our estimation, have been convicted even though they were innocent. باعتبار الصحراء الغربية إقليماً غير مستقل، فإن القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة ينطبق عليها، إلا أن كثيراً من الممارسات التي تم توثيقها يشكل خرقاً صارخاً لهذه الاتفاقية، خصوصاً نقل الأسرى إلى خارج الإقليم المحتل نحو المدن المغربية البعيدة، الحرمان من الضمانات القانونية الأساسية، عدم توفير العلاج والرعاية الطبية الضرورية. هذه الانتهاكات جوهرية وخطيرة بالنظر إلى الوضع القانوني للإقليم. الجانب الصحي هو الأكثر حضوراً في شهادات الأسرى وعائلاتهم: أمراض خطيرة بلا متابعة، آلام مستمرة بلا مسكنات، وإهمال طبي يصل أحياناً إلى المنع المتعمد من العلاج.
تتوارد شهادات عن أسرى يعانون أمراضا مزمنة في الجهاز التنفسي، وآخرين يواجهون مشاكل في العظام والمفاصل دون فحوصات منتظمة أو أدوية مناسبة. في بعض الحالات لا ينقل الأسير إلى المستشفى إلا بعد تدهور حاد في صحته أو بعد أسبوع من الإضراب عن الطعام. 48 يوم 48 يوم واش حي هو كاع اصلا والله حي جيبوا لنا الضيف الزياره المره 48 يوم محمد لمين هدي له يموت وانتم تخلون تزوروه، هذا عيب. هذه سكني انا غرام جاء راعيني واقفه قدام السجن، ردوني ما خلاوني نزوروا. انا محمد لمين هدي ضمن مجموعه قدايمي زيك محكوم عليه ب 25 سنه، داخل ضرام في السجن تيفت الرهيب سيء الذكر، داخل في ضراب عادل 48 يوم. وراعي مرد جايت قايست من العيون بالتكرفيص وبشيء. المنظمات الدوليه تعلم عن محمد لمين مات عندهم ولا بغاو يذكروه. محمد لمين ما حي منين عدلوا والله شوفوا عدلوا لنا شنو ما هذا هو السجن تيفلت ولا مديري ما قلنا هذا السجن تيفلت سيدي مين تخزنين وعندهم ما خلاونا ندخلوا ما عرفنا العاد حي ما نقول العاد واش كتبوا واش عدلوا. احنا بغينا خاصنا ندخلوا على ولدنا اليوم. انا اليوم خاصني ندخل على ولدي، والله يقتلوني والله يعتقلوني والله ينفوني من الدنيا. ما ليت عندي حياه، ما ليت عندي حياه وكل الوطن او الشعب. تقاليد الديميزيك نعانوا هذه 10 سنوات وحنا نعانوا من طول المسافه ونعانوا في ياسم مسائل الصحه اللي قله الماده ومات لو قادرين يلحقوهم، مرضوا واللي مرض واللي توفى واللي قرصين ودايروا من الشباك وعاد تفتيش وعاد مسائل كامله تخليهم عاد تفتشوا عاد على رجال اصحاب الزياره يفتشوهم متكرسين بحالتهم. وفي هذا ها هو التركه ما ضارين ومواجيع فيهم اللي يوجعوا الكلى وفيهم اللي يوجعوا القلب وفيهم اللي يوجعوا ابدا وشي وذا اللي احنا ما نفوتوا 4 أيام 5 ما نجوا، ومنين نجوا مولي الا نظلوا حاصرين فما ندخلوا على ومن على وطنهم على ارضهم ومولي يكون في الخالي لا يرضنا ولا هو وطننا ولا الا الله وانا اليه راجعون. لا الناس باش تقيسهم واليوم راه حسبنا الله ونعم الوكيل. مطالبين من الجماهير الصحراويه عنها تتضامن معنا ومحملين الدوله المغربيه محملينها كامل المسؤوليه دار واقع لاولادنا، وهذا التجاهل اللي معدله مغرقل المال للدوله وراسلين لها رساله عبر العالم ومن ذا المنبر عنا رانا متحدينا واي شيء يوقع لاولادنا رانا محملين كي الدوله المغربيه دار واقع لهم. علمنا موجودين بالمرصاد كعائلات مالنا 70 فريدة تكفاتنا يتحملوا المسؤوليه. ناشدوا كل العالم من خلال هذا النداء، ناشدوا كل العالم الوقوف الى جانبنا لهذا الابطال اللي هما معدلين شيء لا لمجرد مواقفهم السياسيه ومطلبهم اللي هو ما طالبوا الشعب الصحراوي كامل. ورانا ننظروا اولادنا الحزن ولا عندهم ولا ينقرص ما مجبور عليهمش ولا قطع عدلوش ما هو شي زين، وحنا ننظروا اولادنا يحزنونا كاملين معتقلين نجيبهم منا جايين. وانا راني هموم الصحراويين كامل ماني متراجع عنه ناخذ حي اللي تملامهم منين ولم تمل لامهم. وراني اخوتي نضروا اولادنا قانوا منا نضروا يجيبوه منا ونضروا رانا مرضنا وخلينا ولا تينا قادين نوقف ولا تينا قادين نقعدوا. يا اخوتي وحنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله يفرج عليهم الله يفرج عليهم الله يفرج عليهم. ومن اليوم راني ناشد المنظمات الدوليه ومنظمات حقوق الانسان واللي كامل يعني الامر يلحقنا، رانا ضايعين وخالين وطمع علينا كاع اولادنا وطمع علينا ذا العدلوا لهم منعوا لهم الزيارات، وهذا رانا مستنكرينه. الى العلايات عاد يجردوهم من الباسم ويلودوا لهم ياك ما مراه ذات الشيء. هذه السياقات لا تهدد الحق في الصحة فقط بل الحق في الحياة. يحرم كثير من الأسرى من الاتصال الهاتفي أو يحصلون على دقائق محدودة تقطع أحيانا دون سبب، أما الرسائل فتتأخر أو تختفي والزيارات تلغى في آخر لحظة رغم سفر العائلات مسافات طويلة. الاستهداف لا يقف عند الأسرى بل يمتد إلى العائلات، مضايقات في الطريق، اعتداءات لفظية أو جسدية، ومراقبة وتتبع للنشطاء من أسر الأسرى. إنها دائرة ضغط محكمة تحاول عزل الأسير وإرهاق عائلته. الاعتقال لا ينتهي داخل الزنزانة إذ تمتد آثاره إلى حياة العائلات، حرمان اقتصادي، فقدان وظائف، ضغوطات اجتماعية، وبيئة تعاقب الأسرة لأنها تطالب بحقوق ابنها.
هذه الضغوط تجعل معركة الأسير معركة مشتركة تعيشها كل عائلته. خلال سنة واحدة تم تسجيل 14 حالة إضراب عن الطعام استخدم فيها الأسرى أجسادهم كآخر وسيلة للاحتجاج. كل إضراب كان صرخة تقول: نحن موجودون، نريد حقنا في العلاج والاحترام والكرامة. من خلف الجدران يرسل الأسرى رسائل لا تسمع إلا بصعوبة، رسائل عن الألم والصمود والإصرار على الحق في الكرامة، معاناة لا تتوقف عند حدود السجن ولا عند نصوص القانون، بل تمتد إلى كل بيت صحراوي عاش الفقد والغياب. إن إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى وكشف مصير المختفين وضمان الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية ليست مطالب سياسية بل حقوقا إنسانية أساسية. وحتى يتحقق ذلك ستبقى قصة الأسرى الصحراويين شاهدة على مرحلة مؤلمة في مسار شعب يسعى للحرية، ولا تزال ذاكرته تقاوم مهما طال الزمن. صفحات مليئة بالألم والأمل، بالظلم والمقاومة، لنتذكر معا أن الحرية لم تهدى بل صنعت بالتضحيات. نلتقي في الحلقة القادمة من ذاكرة شعب لنغوص معا في التاريخ ونروي قصصا تستحق أن تحكى. دمتم في أمان.